المنتخب السنغالي بطل إفريقيا لنسخة 2025، أسوأ نسخة منذ أني نعرف كرة القدم بكل صراحة من كل الجوانب. تحكيم لا نطول تقييم، نقول خاصة المنتخبات اللي كان عليها ضغوطات، وكذلك كان عليها أعين تعس هذه المنتخبات باش ما توصلش إلى المبتغى. نقدر نقول أنه التحكيم كان 2/10 بكل صراحة. اليوم شفنا تحكيم تقدر تقول كان يمشي في اتجاه واحد، خاصة بعد احتساب ركلة الجزاء لإبراهيم دياز اللي كانت نقدر نقول غير شرعية، وقبلها دقيقتين كان سجل هدف ممتاز في الدقائق الأخيرة ولم يحتسب، ورفض الحكم الهدف بدون أن يعود إلى غرفة الفار. وشكون في غرفة الفار؟ شكون؟ أتشو. شكون حاكم الساحة؟ نضالة. معروفين هاد الحكام هذا، وتكلمت عليهم في الفيديوهات السابقة، أنه اللوبي المخزني يعمل بشتى الطرق باش يفوز باللقب، لكن الله يمهل ولا يهمل، ربي قادر على كرسي الحق. السنغاليين منيتهم بالقوة الذهنية تاعهم، بالإرادة تاعهم، بالعزيمة، وبربي سبحانه هو الأول قدروا باش يفوزوا باللقب اللي كان جد مستحق. لأنه لو نشوفوا مسيرة المنتخب السنغالي منذ بدايتها، أنا أقول المنتخب اللي كان يستحق رياضيا أن يفوز باللقب هو المنتخب السنغالي. شفنا أنه المنتخب اللي كان استضاف الدورة استعمل كل الخطوات الشيطانية، كل الخطوات الغير رياضية لكي يفوز باللقب، لكن قلت أنه الله يمهل ولا يعمل، ربي قادر على كل الحق. هذا ميساج لكل طاغي، هذا ميساج لكل ظالم. هذا هو الجزاء تاعه، ربي سبحانه قادر على كل الحق. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ربي على باله واش يدير. دونك انا pour moi le sacre 2025 il est mérité par le Sénégal, par Sadio Mané et toute l'équipe, surtout le but اللي ماركاه باب جاي متوسط الميدان تاع فيلاريال، كان سجل هدف ممتاز جدا ممتاز جدا. نقول أنه صراحة أن المنتخب السنغالي يستحق هذه النسخة بالرغم من كل المكيدات اللي عملها المخزن لكي يفوز بهذه النسخة. لكن يا ويل عليكم يا المخزن. أو ربي سبحانه، أو ربي هذه عبرة، واعتبروا بالظلم هذاك، واعتبروا. هنيئا للمنتخب السنغالي، بارك الله فيكم. تابعونا على قناة مازا فوت، وهنيئا مرة أخرى لكل الشعب السنغالي، لساديو ماني وكل اللاعبين اللي استحقوا هذا اللقب بكل جدارة واستحقاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.